بص الراجل ده بياخد الريش اللي الناس مش عايزاه وبيرموه في الزبالة ويحوله لكور بتاعت كرة الريشة. الزبون وهو رايح بيشتريها ما يعرفش اتعملت ازاي. أول حاجة العمال بيمسكوا الريش الرخيص اللي جابوه، بيبقى شكله متبعتر وملوش لازمة، لكن في عينيهم ده مادة خام غالية جدا. الريش بيتغسل كذا غسلة، براميل ضخمة مليانة مية سخنة وصابون، والعمال بيقلبوا فيه عشان يتشال الطين والدهون. شوية شوية الريش يرجع لونه أبيض ونضيف وخفيف. بعدها يدخل مرحلة التنشيف، هوا سخن يفضل ينفخ فيه لحد ما الريش يبقى منفوش وناعم عشان يعرفوا يستخدموه وقت الشغل الحقيقي. نيجي بقى لمرحلة الاختيار. مش أي ريش هتنفع تبقى كورة، لازم يكون من الوزة ويكون قوي ومرن. العمال يقعدوا يقارنوا في الطول والانحناء ويختاروا بس الأحسن، وبعد كده يقصوه بالمقاس ويزرعوه ريشة ريشة. وفي قواعد معينة لازم يمشوا عليها، بإيدين ماهرة يرتبوا الزوايا بالملي ويشدوا الخيوط الرفيعة حوالين الريش عشان يمسك كويس. وفجأة تلاقي كرة خلصت متوازنة وبتطير صح. بعد كده بتتجرب في الدوران، وأي واحدة مش مظبوطة بتتشال، والناجحة بس هي اللي تتعبى وتتباع. تخيل إن الريش اللي كان مرمي ومحدش عايزه يبقى أداة من أشهر أدوات الرياضة في العالم. دي فعلا حكمة إنك تحول الكراكيب لكنز. لو حد جات له فكرة المشروع ده يقول لي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.